يا عبد الله، تخيل نفسك إذا لقيت الله عز وجل بمظالم العباد، وقد وقفت بين يدي الله في ساحة الحساب، وقفت وأنت مبهوت متحير، وقفت بين يدي الله منكسرا ذليلا مبهوتا متحيرا، لا يرتد إليك طرفك من شدة الهول والفزع، بل يكاد القلب أن يسقط من شدة الفزع، فينادى عليك باسمك: يا فلان بن فلان، هلم لتقابل خصومك بين يدي الله. فترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك ويطير قلبك لشدة الهول. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فيعرض على رؤوس الأشهاد فيقال: هذا فلان بن فلان، فمن كان له قبله حق عليه فليأتي ليأخذ حقه. يفرح كل خصم كان لك في الدنيا أن يجد عندك مظلمة يتبلغ بها في ذلك اليوم، حينها توقف لهم على بساط العدل ويحيط بك الخصوم من كل جانب. هذا يأخذ بيدك، وهذا يقبض بناصيتك، وهذا يتعلق برقبتك، هذا يقول ظلمتني، وذا يقول شتمتني، وذا يقول اغتبتني، وذا يقول احتقرتني، وهذا يقول عاملتني فأسأت معاملتي، وهذا يقول جاورتني فظلمتني في المجاورة، وهذا يقول رأيتني محتاجا فما أعطيتني، وذاك يقول مررت علي وأنا مظلوم وكنت قادرا على أن تنصرني فداهنت الظالم ولم تنصرني. تخيل عبد الله، وقد أحاط بك الخصوم وأنشب الخصوم فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم، وقد بهت لكثرتهم. وربما وقف العبد هناك أمام طوابير الخلق كل منهم يطلب مظلمته، فكأني بك وأنت ضعيف عاجز فقير لا تقدر على أن ترد مظلمة ولا أن تبدي عذرا، فعلقت رجاءك بمولاك، علقت رجاءك بربك سبحانه لعله أن يخلصك من هؤلاء الخصوم، فيطوق سمعك نداء الجبار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فينخلع قلبك لهيبة الموقف، وتوقن حينها بالبوار والإفلاس، وتتذكر ما حذرك الله منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تخيل عبد الله، وقد ظهر لك خصوم لم تكن تعرفهم ويطالبونك بحقوق ما كنت تتوقع أن يطالب بمثلها.